شاكر يوسف سلع فتاح. بداية القفص بيتصنع من الجريد بتاع النخل. بعد ما يتصنع القفص ويتباع يروح السوق، بيبدأ يشتغل، يحمل طماطم، يحمل فاكهة. مع الشغل والاستهلاك بيجي القفص بيحل من بعض الجوانب بتاعته. الجوانب بتاعته جاية أساسا متربطة بسلك حديد، صح؟ مع الشغل السلك بيحل، بيحصل في بعض الاماكن من القفص كسر نتيجه شد الاحبال على القفص، ونتيجه استعمال القفص برضه، لان الجريد مش حديد يعني. طبعا ما هو جريد برضه لما يترمي يتكسر. وبالتالي لازم يجي هنا بتاع السوق يجيب ناس تصلح القفص. تصلحه ازاي؟ تعيد تسليك القفص بالسلك. المهنة دي لازم الواحد يتعلمها وهو صغير جدا. واحنا اتنشأنا في بلد المهنة دي أساس البلد. عندنا المهندس في التعليم وهو في ابتدائي وإعدادي يروح المدرسة ويرجع كان أبوه شغال، يقعد يساعد أبوه. في ابتدائي، في ثانوي، في إعدادي، في الجامعة يجي يلاقي أبوه قاعد بيشتغل يقعد يساعد أبوه. فأي فرد عندنا في البلد بتلاقيه المهنة دي بالنسبة له متعلمها. بعد ما اتخرج مهندس ولو قلت له اقعد اشتغل يبقى حافظها. بعد ما يبقى دكتور حافظ القفص دي بتعمل ازاي، لان هي اساسا بتبقى من الناشئ. بدايه تعليمها من الناشئ. قعدت مع جدي وبدا يعلمني، وبالتكرار بدات انا اخد الشغلانه بقى. الشغلانه دي فيها مراحل، القفص فيه مراحل في شغله. يعني تجيب الجريد سليم تقطعه، بعد كده بتقعد تجزأ فيه. التجزئه دي بنرجع نخرم القفص، نعمل له اخرام كله يدوي. هنا الطفل بيتعلم بقى بدايته انه يعلم هيخرم فين. يا دوبك كده هو بيشتهج واحده واحده هيخرم فين. من مراحل التخريم دي بقى هو بيتنقل واحده واحده. بعد ما بيخرم فبيجي بعد كده يعلموه ازاي يبدا يوضب الجريد. بعد ما يخرط له الجريد يبدا يوضبه، دي هتكون ايه ودي هتكون ايه ودي هتكون ايه. دي اتنقل لمرحله ثانيه. مرحله ثالثه هو يبدا بقى يصنع القفص كله لوحده، زي ابتدائي، اعدادي، ثانوي. بدا هو يحط الجريد قدامه، بدا هو يطلع القفص من الالف للياء، من عند تقطيع الجريد لحد في الاخر يطلع قفص. 3 مراحل. هو بياخد الكلام ده على 3-4 مراحل تدريجي يعني. في كمان حاجات غير القفاص بنقدر نعملها، زي الكرسي وزي السرير الجديد بنقول عليه زي الدكه، عباره عن الدكه ديت. بس مع التكرار بدأ ما تنتشرش زي القفص. ليه؟ طبيعه الجريده هي برضو اولا واخيرا بتبقى غله، زي الغله اللي قبل التسوس. القفص بعد ما بيفوت عليه سنه دوران بيبدا يسوس. فليه الناس ما بقتش الكرسي والسرير ما دخلتوش في حياتها بصفه مستديمه، الا عمليه انتيكات، او واحد عايز كرسيين او واحد عايز طقم يقعد عليه، بعد سنه او سنه ونص كبيره قوي تلاقيه يسوس الدنيا. دي كنا بنصنع قفص حمام، قفص للحمام، غيه حمام 7-8 ادوار ممكن يعملوا. وناس كتير جدا كانت تعملها وتحطها في لدرجه ان كان في ناس بتعلقها اللي واخده شقق بتعلقها في البلكونات 7-8 ادوار، وبنعمله من الجريد برضه غير القفاص. دي حرفه الاساس بتاعها ان بتدر دخل على اللي ما كانش ليه حظ، زي اللي اتعلم اي مهنه، وكان دخلها سريع جدا عن اي مهنه ثانيه. مجرد ما بتخش في مرحله التعليم الاوليه بيجي لك دخل منها، مجرد ما انت بتخش التعليم فيها بيجي لك دخل منها. كانت بتبقى دافع لاي فرد يكمل.
مجرد ما دخل بدأ يجي له دخل، كل ما بيرتقي كل دخله ما بيرتفع، فبالتالي بيعتمد عليها اعتماد ان هي تبقى الدخل بتاعه رسمي. هي محتاجة صبر وفي القعدة، ولكن التعليم في الصغر فيها بيبقى البني آدم بيطلع متعود بقى على نفس الأسلوب، نفس القعدة بتاعته خد عليها. ورشة العمال بيبقى فيها كذا واحد 7 8 بيحصل ألفة بينهم، ما بيحسوش بالوقت، زي اللي شغال في ورشة سمكرة، زي اللي شغال في ورشة خراطة، ما عندهوش اختلاف غير زي الناس دي. بالعكس هو بيحس في ورشه في مكان بيحس براحه اعصاب ومع زمايله. انا من ناحيه الشقه هي شقه جدا، وخاصه اللي بيقعد ينتج القفص. بالنسبة لمهنتنا احنا، الشاب بعد ما كبر وتخرج ان كان خد مؤهل متوسط او مؤهل عالي ما ينفعش انه يشتغل الشغل اللي تاني خلاص. يعني عمرك ما تجيب واحد معاه مؤهل وتقول له اشتغل سمكري، ما يعرفش، ما كانش اتعلمها من الصغر زي ما قلت لحضرتك كده، ما يعرفش يعملها. اما على فكرة بالنسبة للبطالة دي قصة تانية بقى. قصة تانية، اللي قاعد على القهوة وهو عايز يبطل. أنا بروح بصفتي برضه تاجر قفاص، طلب مني قفاص من البلاستيك اللي بعبي فيها الفاكهة، حضرتك شفتها. ولا مصنع رحته الاقيه بيقول أنا عايز أمان. ومرتب، يعني بيديله في اليوم 100 جنيه. عايز تستمر معايا وأنا أشغلك وأأمن عليك وكل حاجة. البطالة في بلدنا سهراية وليس حقيقة. القيم قلت، الاحترام الشباب لبعضها قل، احترامنا لآدميتنا في الشارع قل. بمعنى ممكن امشي في الشارع وبكون الواحد بيشرب كنز يرميه وهو ماشي في الشارع، بيشرب سيجاره يرميه وهو ماشي في الشارع، يركب الاتوبيس بيشرب سيجاره بيضايق غيره. المفروض الحاجات دي تلقائيا تبطل من عندنا عشان نحترم نفسينا. احنا مش اقل من دول كانت ورانا قوي بمسافات وسبقتنا بحاجات بسيطه جدا. لو كل واحد اتصرف صح البلد كلها تبقى صح. زي ما بقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لو انا ربيت بيتي صح والاستاذ ربى بيته صح المجتمع كله يبقى صح، ما بقاش فيه حاجه غلط. كل واحد مسؤول عن الجزئيه اللي فيه، عن الدايره بتاعته. الدوله دايره وجواها دوائر. لو كل واحد صلح الدايره بتاعته اللي عنده، في الاخر الدايره الكبيره نظيفه. لازم نكون كلنا ايد واحده، ولازم كلنا نعمل. ولو كلنا اشتغلنا واجتهدنا وكل واحد اشتغل واجتهد في عمله، بلدنا هتنهض بسرعه الصاروخ، مش بسرعه بطيئه زي كل دول العالم.